السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي ندوي على واحد القضية ديال الدعم اللي تعطى لواحد الفئة معينة، ولكن بعد ما دارت واحد الدراسة داروا اجتماعات، مجموعة من الاجتماعات من طرف لجان باش يشوفوا هذوك الميادين اللي درات فد الجائحة ديال كورونا. وهاد المجالات كتشمل القطاع ديال السياحة وتنظيم الحفلات، وقطاع ديال الترفيه والالعاب، وكل ما يتعلق بمتعهد الحفلات، يعني تنظيم الحفلات والصحة داكشي ديال المهرجانات، والناس اللي خدامين في هادشي، الناس البسطاء اللي كيتمعشوا من هاد الصحاب اللي كيديروا مثلا دوك لي زاكسيسوار والتخربيق ديال الحفلات، والناس اللي خدامين في السياحه اللي كيتمعشوا من عندهم معاش قليل كيتمع باش يعيشوا. دونك دارت لهم الدوله، دارت لهم الحكومه واحد المبلغ كيتجلى في 2000 درهم الى غايه شهر مارس، يعني 3 شهور، يعني يناير فبراير مارس لغاية مارس. دارت لهم واحد المبلغ ديال 2000 درهم كتعويض، لأن مبقاش عندهم منين يدخلهم بعض المال باش يعيشوا، مبقاش عندهم شي دخل. فقررت الحكومة أنها تعاونهم بهذا المبلغ اللي ربما غادي مهم يقدر يسدد، وخا هو مع 2000 درهم. كاين اللي 2000 درهم غا كاري بها، كاين اللي 2000 درهم يلا كيقري بها ولادو، المهم على الاقل ماشي هي والو. هاد الجائحة هادي الله يسر، هاد العام ديال 2020 تسبب كاينش، سبحان الله العظيم، ما كاينش اللي ما تضررش، يعني الصغير الكبير الغني الفقير، عنده ما عندوش، ما كاينش اللي ما تضررش. يكذب عليك الكاذب، يجي شي واحد يقول لك انا ما تقاسيتش بهاد الضرر ديال كورونا، يكذب عليك الكاذب. ما كاينش اللي تضرر فهاد الازمه ديال كورونا. واكثريه اللي كلا العصا هو الدرويش، هو اللي كلا العصا. كاينش اللي ما كلاش العصا قد الدرويش، الله اللي معاه. الدرويش هو اللي كلا العصا. الله يحسن العون. اكثريه في ايامات الحجر الصحي اللي دازت صعيبه بزاف، كاين شي عائلات راه شنو نقول لكم، راه ليهم الله عز وجل، لان في ديك الفتره، في ديك الوقيته ديال الحجر الصحي، كله كيقول راسي، كل عائله كتقول راسي الا من رحم ربي، اللي داروا الخير وحسوا بالدرويش. اما الاغلبيه كيقول لك غير راسي. يعني دازت واحد الظروف صعيبه بزاف، ومن هادشي كامل نتمنوا الله عز وجل يرفع عنا غير هاد الوباء هذا، يرفعو علنا باش ترجع المياه لمجاريها، لانه صراحه بنادم تقهر، بنادم تقهر اجتماعيا نفسيا ماديا، جميع المستويات تقهر بزاف، لان باش راه الله يحسن العون. بحال دابا الناس ديال هادو اللي دارت لهم الحكومه الدعم هذا، فربما المده هادي دازت عليهم عسيره، لان الانسان كان عنده واحد الدخل بين لي عشية وضحاها، ما كيبقى عنده لا دخل لا والو، مولك راه واقف عليه، خاصو مصروف باش يعيش، خاصو الدراري كيقراو ليه بفلوس، ولا واخا يقراو في البيبليك
راه خاصهم مصاريف ديالهم. شوف العلم لله به، يعني كتكون واحد الصعوبة كيعلم بها الله عز وجل. كنتمنى والله يسهل على الجميع، الله يسهل على كل واحد، كرهناش كل واحد يسهل عليه الله عز وجل. ونطلبوا من الله يبعد عنا هذا الوباء هذا، لأنه بين أن الإنسان ضعيف جدا، وبين أن قدرة الإنسان ضعيفة بقدرة الله عز وجل، لأنه لاجتمع البشر كامل اللي في الكرة الأرضية ما غاديش يقدو يديروا واحد جزء ذرة من داكشي اللي كيدير الله عز وجل، ما يقدوش يديروا ذرة التي لا ترى بالعين المجردة، ما يقدوش يديروها ولو اجتمعوا كاملين. لأنه واحد الدروس بينا، رغم المعاناة اللي عانينا معاه صراحة، ما كاينش اللي ما عاناش معاه، صغير كبير، ما كاينش شي واحد غادي توقف عليه تقول لي ما اقول لك انا ما عانيتش معاه. لا، ما يمكنش كذب عليك كذاب. كاينش عاد تزيد الناس اللي فقدوا عائلاتهم بسبب هذا الوباء، كاين اللي الله يرحمهم، الناس اللي فقدوا كاين اللي فقد الوالدين، كاين اللي فقد الابناء، كاين اللي فقد هاد الزوج ديالها، كاين اللي فقد الزوجه ديالو، كاين اللي فقد بعض العائلات، لا حول ولا قوه الا بالله، مساكن فقدوا جوج ثلاثه في نفس العائله. يعني كتلقى عائله تصابوا كاملين بالفيروس، كتلقى مو ماتت ومرته اولا ولدو وبوه. واش نطلبوا الله يرحمهم والله يغفر لهم. وكان هذا هو الاخر ديال الفيديو ديالنا، طولت عليكم الهضره. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين باش اي خبر لحنا يوصلكم. ولا عجبكم فيديو ديروا لي لايك، وشكرا.